ويا حبيبي. لفيت الكون غنى ورجعت لقلبك هنا، قال لي تعالى ندوب هنا، تعالى حبيبي. انت حبيبي وانت حياتي، انت حبيبي حبيبي وانت حياتي. الشعر ليه بيعلمني عشق وميل، واكتب في القد الجميل اجمل اغاني. ده اللي بعدك طويل وعيونك ملهاش بديل، وعيوني بتنام قليل لما بتنساني. ولا كان قبلك حبيبي ولا غير قلبك حبيبي، قبلك حبيبي قلبك حبيبي. انت حبيبي حبيبي وانت حياتي، انت حبيبي حبيبي وانت حياتي حياتي. مرة ثانية معاكم في كل الفنون، بنسلم عليكم، بنرحب بضيفنا اللي موجود معانا في الاستوديو دلوقتي حالا، المطرب والملحن والمنتج والمدعم لكثير من النجوم في فترات طويلة قوي معانا. اتفضل يا طيب معانا لازم تاخد الحتة بتاعتنا، معانا لازم السطر بتاعي اللي مكتوب. معانا المطرب الملحن الجميل بهاء حسني. اهلا بيك. اهلا بيك، منور الدنيا. ربنا يخليك. ازيك يا بهاء، اخبارك؟ ازيك يا حبيبي؟ يعني نقدر نقول ان هو يعني رجوع جميل، ولا نقدر نقول رجوع بالنسبة للمشاهد بس، لكن انت كنت في حاجات بتعملها وفي حاجات معتكف بتشتغل فيها، لكن اضواء كانت اقل شوية، انت مبتعد عشان تخلص شغل معين؟ هو مفيش رجوع ولا ابتعاد ولا حاجة. هو الفكرة في انه يعني الفترة اللي فاتت انا كنت مركز ومكثف الشغل اكتر كألحان وتوزيع اكتر من اي حاجه تانية، قياسا طبعا لموضوع الغنى. وهو الغنى في ناس كتيره فاكره ان انا لما غنيت يعني واخده ككارير او كمجال بعد كده ان انا اشتغل فيه. هو بالعكس خالص، يعني هي كانت بعض الافكار كنت حابب اعملها فعملتها بنفسي علشان ما يبقاش فيه اي نوع من النقاش يعني او الجدل، والحمد لله يعني نزلت واتقبلت واتشافت وكده. لكن كنت محدد من قبل ما تنزل او قبل ما ينزل الشغل اللي انت عامله كغنى ان مش سكتي يا جماعه، انا داخل بلعب لعبه عشان مزاجي بس وشكرا؟ بالظبط كده. لكن مش هحترفها ومش هنزل اغني ومش هيبقى فيه لايف ومش هيبقى فيه يعني خط الطرب ده مش يعني انك تغني وكده، مش ده مش خط يعني مش ما كنتش عايزه يبقى خطك، مع انك قدمت اكتر من اغنيه. 4 اغاني مصورين 4 اغاني. طب يعني معنى كان انت يعني الحته دي لعبت فيها، اللاين ده لعبت فيه كويس جدا برضه، عشان هم 4 افكار كنت حابب اعملهم. ما هياش مزاجيه قوي يا هيثم قد ما هي حاجات انا عاوز اعملها وعاوز احققها، وافكار كانت ساعتها بتتعارض مع قواعد كتيره وقوالب احنا عارفينها وحافظينها، وكانت موجوده طول عمرها في الاغنيه العربيه والمصريه بالذات من الصوره والصوت يعني. فدي كانت بتواجهني انا اوريدي في الشغل اللي قبليه، يعني في اشغال لناس تانية، حتى لشهاب اخويا، لهشام، لناس كتيره اشتغلنا مع بعض. كانت بتقابلني المشاكل دي، وان بلاقي اراء كتيره وردود افعال قبل ما العمل يعرض في اثناء التحضير والشغل، انه والله بلاش دي اصل شكله مش عارف، بلاش نعمل كذا، عشان يعني مثلا حتى في التصوير في الرياكشن الوش في رد الفعل تبص تلاقي مثلا كان زمان الاغاني، في بعض الاغاني كنت بشوفها ودي كانت بتضايقني قوي، تلاقي المطرب او المطربه بيغنوا من طبقه عاليه جدا والصوت منفعل جدا والصوره فلات جدا، يعني الصوره مسبل كده، رومانسي جدا.
لما دخلنا اللعبه وفهمنا تفاصيلها، فلقينا ان اللي قبلينا او اللي موجود او اللي فاهم وهو اللي بيبدي رايه في اثناء العمل، تبص تلاقيه يقول لك ايه، لا بلاش ينفعل يا استاذ عشان ما يعرقش، فالميك اب يسيح طب ما هو صوته منفعل، ازاي اصوره وهو فلات او هادي او كانت دي قواعد انا كنت برفضها تماما وكانت تعباني جدا. فحبيت اعمل الافكار دي عشان نخرج الاول من القوالب دي والقواعد دي نكسرها، عشان ده مش صحيح يعني.